كيليان مبابي إلى ريال مدريد. انتشر هذا الخبر في 24 ساعة الماضية بعد أن أبلغ كيليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان برسالة مضمونها أنه لن يجدد عقده الموسم القادم، وأن رغبته هي الانتقال إلى ريال مدريد. وأوضحت بعض الصحف أن اللاعب قال لإدارة باريس سان جيرمان: بيعوني فأنا لن أجدد عقدي الموسم القادم. وبحسب تقارير صحفية موثوقة من ضمنها صحيفة ليكيب الفرنسية بأن الإدارة لن تجعل مبابي يرحل بالمجان، وتريد الاستفادة من بيعه وتطلب 200 مليون يورو لبيعه. والنادي أنذر مبابي إنذارا نهائيا: إما التجديد أو سيتم عرضه في سوق الانتقالات. ومن جهة بيريز كانت خطته أن يتعاقد معه في صيف 2024 بالمجان، لكن الآن تغير كل شيء. بيريز يريد شراء مبابي، ولكن لا يريد أن يدفع أكثر من 150 مليون يورو كحد أقصى، وريال مدريد مستعد للتحرك نحو مبابي. كل شيء يشير أنه سيكون مرة أخرى صيفا حارا حول كيليان مبابي، حيث يستهدف ريال مدريد اللاعب مرة أخرى.